السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. المرة اللي فاتت اتكلمنا على لغة ال CSS وعرفنا احنا بندرسها ليه. قلنا بندرسها عشان ننسق التصميم بتاعي، وكمان اتعلمنا أول مكان نقدر نكتب فيه ال CSS بتاعتنا. وقلنا ال CSS أول مكان بقدر أكتبه جوه صفحة التصميم بتاعتي جوه عنصر ال HTML من خلال البروبرتي أو الخاصية اللي اسمها ستايل. طيب، تاني مكان هتعلمه النهاردة أقدر أكتب فيه ال CSS وهو برضو جوه التصميم بتاعي جوه صفحة التصميم internal برضو. فين بقى؟ طيب المرة دي لو انت عايز تكتب ال CSS بتاعك، عايز تكتب التنسيقات بتاعتك، بروح جوه inside الهيد تاج. جوه تاج الهيد بعمل ايه جوه تاج الهيد؟ احنا اتعلمنا في ال HTML ان انا عندي هنا تاج اسمه head. هاجي هنا جوه الهيد وهكتب تاج اسمه ستايل. تاج اسمه ستايل ليه فتحة وليه قفلة. وجوه التاج اللي اسمه ستايل هنا بقى هكتب ال CSS language بتاعتي. يبقى انا اول مكان عرفته المرة اللي فاتت ان انا اقدر جوه عنصر ال HTML اكتب property او خاصية اسمها ستايل يساوي التنسيقات اللي انت عايزها. المكان التاني هروح جوه تاج الهيد وهفتح تاج جديد اول مرة اتعلمه النهاردة اسمه ستايل واكتب لغة ال CSS. بالمناسبة في اخر فيديو في ال HTML انا قلت لكم ان لسه في تاجز احنا ما اتكلمناش عليها، ودي هنتعلمها في اللغات اللي جايه. يعني مثلا ما كنتش اقدر اقول لك ان في تاج اسمه ستايل لان انا لسه ما اتكلمتش على ال CSS، وبالتالي لما اتكلم بقى النهارده على ال CSS اقول لك لا خلي بالك ده في تاج في ال HTML اسمه تاج ستايل. بعمل ايه بتاج ستايل ده؟ جواه بكتب تنسيقات ال CSS بتاعه الصفحه بتاعتي. يبقى انا النهارده اتعلمت ان تاني مكان اقدر اكتب فيه تنسيقات ال CSS بتاعتي هو جوه تاج الهيد في تاج داخلي اسمه تاج ستايل. جوه تاج ستايل ده بكتب لغة ال CSS. وبفكرك تاني ان احنا لسه لغاية دلوقتي برضو ما قلناش ازاي بكتب ال CSS. انا كل ده بقول لك برضو بكتب فين لغة ال CSS. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت انا معاكم امير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.